السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عياط وانهيار مرتضى من الفيفا وطرده للزمالك وتكريم الاهلي بوفد الاتحاد الدولي والكاف. بص يا سيدي، بعد ما تصلي على النبي في التعليقات وتدعم اخوك باللايك والشير، الحلقة دي جامدة قوي، حلقة يعني ولعت فيهم. يوم الثلاث اللي جاي يوم 17/1 جاي وفد من الفيفا والكاف والشركة المنظمة لبطولة كأس السوبر الأفريقي للنادي الأهلي، وزيارة مجلس إدارة النادي الأهلي ومسؤول التطوير بالنادي الأهلي لمناقشة الأهلي زعيم القارة وأخذ رأيه في تصوره للبطولة واقتراحاته وخبراته لنجاح البطولة. شوف التقدير لحد فين. دلوقتي البطولة هتتكون من 8 فرق: الاهلي والوداد والرجاء والترجي وصن داونز، دول 5 كده، يبقى فاضل 3. هيختاروا ال3 دول من 4 فرق افريقية. ال4 فرق اللي هيختاروا منهم ال3: مازيمبي الكونغولي وحورية كوناكري وهارتس اوف اوك وسيمبا التنزاني. ده اللي مجنن مرتضى بيعمل ايه بقى دلوقتي؟ بيضغط على اشرف صبحي وابو خيبة عشان يشركوه في البطولة باي طريقة. خاصة ايه بقى يا جماعة؟ خاصة ان المشاركة في بطولة كاس العالم اللي جاية هتبقى من بطل كاس السوبر الافريقي. يعني بطولة ابطال الدوري الافريقي وبطولة الكونفدرالية هتبقى بطولتين مستقليتين بذاتهم، اخرهم هي البطولة. لكن الاشتراك في كاس العالم للاندية هيبقى من كاس السوبر. يعني الزمالك لو وقف على دماغه وخد بطولة افريقيا 3-4 مرات في السنة مش هيروح كاس العالم للاندية. ولو عملوا بطولة كاس العالم للاندية من 24 فريق هيختاروا 3 فرق من افريقيا من بطولة كاس السوبر الافريقي، الاول والثاني والثالث. فدلوقتي مرتضى هيتجنن. يعني انا اقل من مازيمبي وحورية كوناكري وهارتس اوف اوك وسيمبا التنزاني؟ فدلوقتي بيضغط عليهم باي طريقة ان انا عايز اشترك يا جماعة، لازم اشترك في البطولة دي. اللي ما كانش يعرفه مرتضى واللي اتفاجئ بيه ان الاتحاد الدولي والكاف ملوش دعوة بالموضوع ده. الشركة المنظمة للبطولة هي اللي دفع فلوس وهي اللي محددة ال8 وهي اللي عايزة تكسب من ورا تنظيمها للبطولة، وهتعمل اللي في مصلحتها عشان تنجح البطولة. فدلوقتي اشرف صبحي هيقول له احنا بنقدر نعمل لك كل اللي انت عايزه داخل البلد، لكن مش هنقدر نعمل لك حاجة بره. سبحان الله، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. شوف هم عمالين يهدوا في الاهلي من كل حتة، وربنا سبحانه وتعالى ما بيتعاندش. تبقى تخسر بطولة افريقيا تشترك في كاس العالم للاندية، يتامروا عليك تاني في الدوري دوت يجي لك كاس السوبر الافريقي. سبحان الله. يا ريت بقى اذا كان الخبر ده حلو والخبر ده سعيد ليكم ما تنسانيش باللايك وتدعم اخوك باللايك. كان معكم اخوكم هشام البغدادي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.